أنا اسمي سارة، وعندي أخ متجوز واحدة شغالة مدرسة، ومرتبها ما شاء الله كويس، وكانت أصلا قاعدة فترة طويلة من غير جواز لحد ما اتجوزت أخويا. الموضوع كله بدأ لما ماما عرفت من قرايبنا إن مرات أخويا ناوية تاخد أهلها عمرة، ومن غير ما تقول لحد فينا. ماما اتضايقت جدا، مش علشان هي بتسفرهم، لا بالعكس ربنا يكرمها، بس علشان ما فكرتش حتى تقول طب نجيب مامتك معانا. أنا حسيت الموضوع فيه حاجة غلط، فرحت كلمت أخويا وقلت له هو أنتوا مش ممكن تاخدوا ماما معاكم؟ قال لي إنه حاول يتكلم معاها، بس هي قالت إن المصاريف كبيرة وإن أهلها أولى. الكلام ما دخلش دماغي، فرحت كلمتها بنفسي. قالت لي بمنتهى الصراحة دي فلوسي وأنا حرة فيها، وبصرف كمان في البيت، ومش مجبرة أعمل حاجة لحد. اتصدمت من الرد، حسيت إنه قاسي شوية. رجعت كلمت أخويا وهو حاول تاني معاها، بس ردت عليه وقالت أنا مش مسؤولة عن أمك. الموضوع كبر، وأخويا في الآخر راح قال لماما إنه مش معاه فلوس يوديها دلوقتي. ماما اتعصبت جدا وقالت له أنت مش راجل وكلامك ملوش قيمة، والبيت كله اتقلب. أخويا بقى في النص بين مراته وأمه، ومراته مصممة على موقفها، وماما زعلانة ومجروحة، وأنا واقفة مش عارفة أعمل إيه. بقيت كل شوية أسأل نفسي هل مرات أخويا عندها حق علشان دي فلوسها؟ ولا كان المفروض تراعي مشاعر ماما شوية؟ ولو أنتوا مكاني كنتوا هتعملوا إيه؟